السلام عليكم الخوت، نتمنى كامل تكونوا بخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ياسين توك. الصراحة توحشت ندير بحال هاد النوع ديال الفيديوهات حيتاش كيعجبني نحط كاميرا قدام بحال ما هكا ندوي على مواضيع عندهم علاقة بالسيلف ديفلوبمنت، واي موضوع ولا بد انك تكون عارفه الا كنت شي واحد الانسان اللي باغي يطور من راسه. والموضوع ديال اليوم كما تشوف العنوان غندوي على واحد لا كومبيتونس اللي تري امبورطون الا كنتي واحد الانسان اللي باغي ديفلوبي من راسه، الا هو لا جيستيون دي بريوريتي، ولا بالعربية إدارة الأولويات. علاش هاد الكومبيتونس تري امبورطون؟ حيتاش مالوغوسمون كنشوف بزاف ديال الناس، وهاد القضية هادي كنت عايش معاها شحال هادي وباقي لدابا شي مرات كنت عايش معاها. هي يدوز عندي شي يامات لي تري شارجي، كنبقى من تخيك لتخيك لتخيك لتخيك، وفي الاخر ديال النهار كنلقى راسي فريمون ما استفدت حتى شي حاجه من داك النهار. ما كاينش واحد لا فالور بليس في داك النهار، او لا واحد الحاجه اللي كنت باغي انا نديرها وقريتها في داك النهار. حيتاش بالاصل هاد لا كومبيتونس ما كانش مره عندي، واليوم غادي نعرفوا المشكل منهاش دو ا زد. شنو هو المشكل بالضبط اللي كيطرنا في النهار اللي كنخرجوا بسببه بزيرو ريزولت؟ واش المشكل بالضبط هو الوقت؟ يعني ديك 24 ساعه ما قادتناش، او لا جيستيون دو طون، يعني ديك 24 ساعه واش ما كنعرفوش كيفاش نتعاملوا معاها، او التقسيم ديال النهار ما كنعرفوش كيفاش نقسموه. المهم هاد الاسئله كاملين ان شاء الله غنجاوب عليهم في هاد الحلقه هذه، وكنتمنى من قلبي انك تكمل الحلقه ديال اليوم حتى الاخر حيتاش فيها دي زانفورماسيون اي بلوز امبورطون الا كنت باغي تبدل من راسك. دابا اول حاجه غادي نبداو بها في الحلقه ديال اليوم هي نتعرفوا على شنو هي لا جيستيون دو بريوريتي، وشنو هما الحوايج المهمين اللي خاصك تعرف في هذه المهاره هذه. اول فقره خاصنا نبداو بها في هذه الحلقه هذه هي خاصنا نعرفوا لا ديفيرونس ما بين الوقت والبوصله. غادي تسولني ياسين شنو هي البوصله؟ غادي نقول لك وايش. دابا نورمالمون الا بغيت دير واحد المهمه في النهار ديالك خاصك تعطي واحد الوقت بالضبط ديرو فيها، ياك؟ وهذا الشيء هذا كيشمل كاع المهام اللي عندك في النهار. ولكن هذاك التخوك ديال دوز من حاجه لحاجه هو اللي كيصنع الفرق، وهاد النقطة بالضبط هي اللي كتسمى البوصلة. إلا كنتي عارف بالضبط كيفاش دوز بالمهام المهمة، أولا تحط البوصلة ديالك في الطريق الصحيحة، كون أكيد أن داك النهار غدوزو بواحد النتائج اللي مزيانة. مي إلا بقيتي مسوق الوقت ديال دوك المهام أكثر من مسوق كيفاش غدوز المهام المهمة، غتلقى راسك أنك واخا عاطي لاتونسيون لكاع المهام، مي في الآخر ديال النهار كتلقى راسك ما درتي والو. دونك البوصله بهاد لا كومبيتونس سي تري امبورطون، وغادي نشرح لك بالضبط باش غنجيو للبارتي براتيك، الحاجه اللي تقدر دير في النهار ديالك اللي تعطيك الفرق. دابا من مور ما عرفنا الفرق ما بين الوقت والبوصله غادي نجيو لواحد المفهوم اخر. دابا نورمالمون المهام ديالنا كينقسموا لربعه الاقسام على حسب مصفوفه ديال ايزنهاور. كاينين مهام مستعجله ومهمه، وكاين مهام غير مستعجله ولكن مهمه، وكاين مهام مستعجله ولكن غير مهمه، وكاين مهام غير مستعجله وغير مهمه. التصنيف هذا غادي نطرق كل وحده ونشرح لك مزيان باش تعرف شنو هو لا ديفيرونس اونتر لي كات. اول حاجه غادي نبداو بها هي شنو هما المهام اللي تكون مستعجلين ومهمين. فور اكزامبل انت واحد الانسان كتقرا، ولا غدت لي عندك واحد البريزونطاسيون خاصك توجد ليها. نورمالمون ديك البريزونطاسيون واحد الحاجه اللي مهمه حيت كتخلي لامباكت عليك كيلكو سوا في النقطه كيلكو سوا في المشاركه ديالك في القصه. وواحد الحاجه اللي مستعجله واي حيتاش عنده واحد لا دوغي دو طون، او لا عنده واحد الديدلاين خاصك ديرو فيها. الا ما درتيش لفتي داك الديدلاين دونك ديك الحاجه ما تبقى عندها حتى شي اهميه وحتى شي امبورطونس. هادي ا ادو. دابا غندويو على الحوايج اللي مستعجلين ولكن غير مهمين. il y a beaucoup d'exemples اللي نقد نخدموا بهم في السيتياسيون هادي. باغ اكزومبل فاش كتكون مثلا فوكس على واحد الحاجه كيلكو سوا خدمه كيلكو سوا قرايه كيلكو سوا كتاب كتقراه، المهم ما كيهمش ديك الحاجه اللي كديرها بالضبط، وكتجيك مثلا واحد الابيل كتجاوب عليها دي واحد الحاجه اللي مستعجله ولكن ماشي مهمه بالنسبه ليك. قد تكون مهمه الا كانت عندها واحد لامباكت عليك نتايا، كترجع عليك نتايا بشي حاجه. مي الا ما كانش عليها لامباكت مر عليك راه دونك هذيك الحاجه راه ماشي مهمه كاع. عندي واحد ليكزامبل اخر هو ماتش ديال الكره. ماتش ديال الكره واحد الحاجه كتكون مستعجله، دونك ضروري خاصك في واحد الوقيته بالضبط تشري القهوه باش تتفرج في داك الماتش، ولكن لامباكت ديالو عليك ما كاينش كاع، ما يعني ما كيزيك حتى شي فالور الحياه ديالك. كاين دي زيكزامبل اخرين مثلا كتكون مثلا خدام في واحد الحاجه وكاين شي واحد يقول لك خويا عاوني في هاد اللعيبه هادي، ولا خويا قاد معايا هاد الغرض هذا. حتى هادي ايضا واحد الحاجه اللي مستعجله ولكن ما كتزيدك والو ما كتنقصك والو. قد في شي حالات انها تكون كترجع لك بشي حاجه ولكن لو بليبار دو طون ما كتزيدك ما كتنقصك. هادي ا2. ا3 شنو هما الحوايج اللي غير مستعجلين وغير مهمين؟ اللي صراحه كاين بزاف ديال الحوايج اللي مالوغوزمون كندوزو فيهم اكثريه الوقت ديالنا في النهار، وهنايا كندوي على التليفون مثلا في السوشيال ميديا. واحد الحاجه اللي ماشي بالضروره انك ديرها، ولا واحد الحاجه اللي مستعجله خاصك ضروري ديرها، مي الاكثريه كنديروها ديال الوقت. مثلا ندوي مع شي واحد ولا شي وحده في واحد الكونفرساسيون اللي فيها الوقت بزاف، واحد الحاجه اللي ماشي مستعجله و اون بليس ماشي مهمه،
حيتاش ما عندهاش واحد ليمباكت عليك كبير وما عندهاش واحد ديدلاين اكسيترا. ممكن بزاف ديال الحوايج اللي فريمون كندوزو فيهم الوقت، ولكن ماشي شي حاجه اللي مهمه بزاف ولا عندها واحد ليمباكت كبير للحياه ديالنا. ودابا ندوزو اكار اللي هو الحوايج اللي غير مستعجلين ومهمين. تقول لي علاش بالضبط خليتي هاد الفئه الاخرى من غير الاخرين؟ حيتاش هذه هي الحاجه الوحيده اللي كتخلي الفرق فيك نتايا بالضبط كانسان. الا قديتي انك تركز على الحوايج المهمين في النهار ديالك ولكن ماشي مستعجلين، فور اكزامبل كاين المهارات الذاتيه، كاين كتوبه، كاين سبور، كاين بزاف هاد الحوايج هادو بالضبط ماشي مستعجلين ولكن مهمه في النهار ديالك، كيصنعوا ديك لا ديفيرونس فيك انت از بيرسون. ولكن غتصوني تقول لي ياسين كيفاش نقدر نفرق ما بين الحوايج المستعجلين مهمين والحوايج الغير مستعجلين مهمين في نفس الوقت؟ راه كل ما هو مستعجل عنده واحد ديدلاين، من ضروري خاصك ديرو في واحد الوقيته بالضبط. اما حاجه غير مستعجله راه ماشي بالضروره ديرها في واحد الوقيته بالضبط، تقد ديرها في اي وقيته كانت في النهار ديالك. حيتاش مالوغوزمون فاش كنشوفوا اكثريه الناس كيركزوا على داكشي اللي فريمون مزروب ولا الحوايج اللي فريمون مستعجلين، وكيهملوا كاع دوك المهام اللي قاده انهم تزيدهم واحد البليس في الحياه ديالهم. وهادشي كيخلينا ديما نحسوا بداك الضغط في النهار ديالنا، وفي الاخر ديال النهار كتلقى راسك ما فريمون ما كاين حتى شي حاجه، فهمتي؟ يعني كيعيشوا بداك الحياه ديال انا خاص ندير هادي مورا خاص ندير هادي مورا خاص ندير هادي. ديك لا دوغي دو طون ما كاينش، ديك البوصله ما كايناش، لدرجه انه النهار ديالهم كيدوز مخربق بزاف، وحتى ديك الماناجمنت ديالهم ما كتكونش كاع. ذاتس واي الا كنت باغي ديفلوبي من حياتك ولا باغي ديفلوبي من المعيشه ديالك خاصك ولا بد انك تركز على داكشي المهم وغير مستعجل اكثر من داكشي المستعجل ومهم في نفس الوقت. حيت هاد النقطه بالضبط هي اللي كتخلي التغير الجذري يطرا في الحياه ديالك. ومن هنا كيتطرح واحد السؤال، كيفاش نطبقوا هاد الشيء في الحياه الواقعيه ديالنا؟ وفي هاد الفقره بالضبط غادي ندوزو للبارتي براتيك، وهاد لا بارتي هادي سي تري امبورطون حيتاش هي علاش دايره الحلقه كامله. اول حاجه خاصك تبدا بها وخاصك تحطها في الدماغ ديالك، اللي هي خاصك تعرف شنو هما الحوايج اللي غدير في داك النهار. خاصك او موا تقاد في الصباح ديالك ولا الليله قبل، وجو بريفير انك تقاد داكشي في الليله قبل حيتاش كتخليك لغد ليه تكون ديجا فايق واجد، انك تقاد واحد لا ليست شنو هما الحوايج اللي غادي دير في ذاك النهار. بحال اللي ذكرت هذه النقطه هذه مالوغوزمون بزاف ديال الناس فاش كيسمعوا ليست كيسحب لهم انهم ضروري خاص يعمروا بواحد ال 15 مهمه ولا 20 ولا واريفر شي حاجه تكون كبيره على الدماغ ديالهم. راك فاش كدير هكا اوتوماتيكمون دماغك فاش كيشوف داك الشيء كامل يعجز عليه، اولا كيدير 3 4 منه وداك الشيء الاخر كيهملو. وهادشي اللي كيخليك تعيش في ستريس ديال انك ما درتيش كاع داكشي كامل في النهار ديالك. شوفوا دونك ولا بد فاش تبغي تحط المهام اللي باغي دير في النهار خاصك ضروري تركز على داكشي اللي مهم في النهار ديالك، ولا داكشي اللي قاد انه يدير لك لا ديفيرونس في النهار ديالك. مثلا 3 4 ديال الحوايج اللي خاص نديرو في داك النهار، الا ما درتهم صافي النهار ديالي سخاوي. حاول او ماكسيموم تركز على 3 4 حيتاش فاش غدوز واحد لونغ تايم في داكشي كامل غتلقى راسك انك ديسيبليني عليهم بلا ما تضرب واحد التماره اللي كبيره. اون بليس هادشي هذا غتلقى راسك بدلتي بزاف مع الوقت بسبب هذوك 3 ولا 4 المهام اللي درتي في النهار ديالك. هذه اول حاجه. وثاني حاجه خاصك دير في دماغك، ندوي عليه واحد الكتاب اللي جاب نفس السياق ديال الموضوع ديالنا اللي سميتو اداره المهام، وعنده سميه اخرى هي The First Thing First. والمقصود من هذا العنوان هذا الحوايج المهمين بالضبط بدا بهم هما الاولين. هذوك المهام اللي قلت لك في الاول حاول تشوف لي تري امبورطون فيهم وتبدا بهم في الصباح ديالك اولا في ديك الربع الاول في النهار ديالك، حيتاش فاش كتفيق الصباح كتلقى راسك لينيرجي اللي عندك قاد دير بها اي حاجه. دونك جو بريفير انك تعطي لاتونسيون كثر لداكشي اللي عندك مهم في النهار وركزت عليهم لواحد الوقت اللي كبير، حيتاش الفوكس والبيرفورمانس والانرجي وكاع داكشي كامل الا حاولتي تستغلو او ماكس في داكشي اللي مهم غتلقى راسك في ريست اوف ذا داي تحس بواحد الراحه، حيتاش كاع داكشي اللي مهم دوزتيه وانتيا with all focus and with all your energy. that's why خاصك هادشي في الصباح. والحاجه الثالثه اللي هي تري امبورطون في هادشي كامل، خاصك ولا بد انك اي مهمه كانت عندك في النهار كلكو سوا كبيره ولا صغيره خاصك دير لها واحد لو دوغي دو طون، واحد المده زمنيه بالضبط فين تكملها. حيتاش الا خليتها هكاك مشوهه بلا وقت غتولي كتضيع الوقت بلا ما تعيق. هي صراحه راه كاين بزاف ديال المهام كنديروهم والوقت ديالهم راه باين، ولكن جو بريفير انك دير الوقت فاش كتحدد الوقت بالضبط كيخلي واحد لامباكت كبير على المهمه كيفاش غادي دوز. اون بليس كيخلي لك الوقت بالزايد اكثر ما انك ما درتش مر الوقت ديك المهمه. والحاجه الرابعه واللي شوف هذه الا درتيها هي اللي غادي تصنع لك الفارق في النهار ديالك، هي فاش تكون دير اي مهمه كما كانت
حاول لو ماكسيموم انك تبعد من اي حاجه قاده تلهي. بار اكزومبل التليفون واحد لونفيرونمون غير كيبرز اكثر ما كيعاونك، ومحاول لو ماكسيموم انك تكون فوكس اون داكشي اللي كدير وتبعد من اي حاجه كتلهيك، حيتاش راك كتبقى بالضبط في لا كاليتي او لا البيرفورمانس ديالك وانت كدير ديك المهم. ذاتس واي في الاول قلت لك حاول انك تبدا بداكشي في الصباح، انه لينيرجي او لا البيرفورمانس مهم بزاف وانت كتقضي في ديك المهمه. دابا تخيل معايا انت كدير في واحد الحاجه، مثلا كتقرا واحد بريزونطاسيون فور اكزامبل، اولا كدير واحد التروك اللي تري امبورطون في النهار ديالك، اون بليس دو سا شاد التليفون ولا كتسكروي في السوشيال ميديا، ولا راك غادي تقضي ديك المهمه مش ما تقضيهاش. ولكن المده الزمنيه ديال ديك المهمه، الكاليتي ديال ديك المهمه غتكون قليله بارابور اللي كنت كون ما شديتش التليفون. دونك حاول لو ماكسيموم انك تبعد من اي حاجه تشتك وانت كتقضي في شي حاجه. الا راك كتسي غير لهاد 4 الحوايج بالضبط، عرف راسك بلي انك راك قاد دير اي حاجه او لا قاد النهار ديالك يدوز كيف ما بغيتي انت. دونك هادشي اللي كان في هاد الحلقه ديال اليوم، نتمنى تكون عجباتك ونتمنى ان الفكره تكون وصلتك بشكل واضح. الا عجبك الموضوع ديال اليوم ما تنساش تخلي معك واحد اللايك، واحد سبسكرايب، وما كرهش تخلي كيفاش جاتك الحلقه ديال اليوم في تعليق. ولا بغيت شي موضوع ندوي عليه ما تنساش هو تخليه في تعليق، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. Free audio post production by alphonic.com